رايا أنقذ الأرسنال من فضيحة، خسارة ثالث بطولة على التوالي وضد لشبونة، وفعلا كانت ليلة الحراس. وعندي تساؤل بسيط، لامين يامال حتما واحد من أكبر المرشحين للبلندور، ولكن ليش هذا الكلام ما يقال عن لاعب مثل أوليسي؟ المعظم كان مركز مع الشيء الإعجازي اللي عم بيسويه نوير ضد ريال مدريد، ولكن من جهة أخرى وبنفس الوقت رايا كان عم ينقذ الأرسنال من خسارة كانت ممكنة في ملعب لشبونة بخمس تصديات، خمسة من داخل منطقة الجزاء. ما بعرف ليش الإعلام كثير مهمش هذا الحارس، ولكن بتصديات رايا أرسنال فازوا بآخر دقائق المباراة بملعب لشبونة، وأصبح هو أكثر حارس بالعالم عنده كلين شيت، واكثر حارس في دوري ابطال اوروبا باخر 3 سنوات عنده كلين شيت. وطبعا من هذا المنبر لازم اتاسف من الاسطوره مانويل نوير. قبل المباراه حكيت انه راح يكون نقطه ضعف في بايرن ميونخ، خاصه انه بالمباراه اللي قبلها ضد فرايبورغ متسبب بهدفين، وبشكل عام نوير كان بيجيب العيد كثير بمباراه البايرن باخر موسمين، ولكن ضد ريال مدريد قرر يسكتني وقرر يتحول لمانويل نوير فعليا، ويعمل 9 تصديات، 5 من داخل منطقه الجزاء. نوير بعمره ال40 سنه سوى حاله رعب حقيقيه لفينيسيوس ومبابي في هذه المباراه. متخيلين هذا الفلسطين مبابي وفينيسيوس ما استطاعوا يحطوها حتى بالمرمى من كثر ما خايفين. طبعا نوير مش الوحيد اللي عذب ريال مدريد. اوليسي يا جماعه، كيف الاعلام ساكت عن هذا اللاعب؟ انا اول مره بشفق على كاريراس بهذه الدرجه. جعل كاريراس يقدم أسوأ مباراه له مع ريال مدريد. كان هو اللاعب الاعلى تقييم في المباراه مع انه صنع هدف واحد فقط، ما سجل، ولكن عم بيسوي كل شيء بالملعب، عم بيشكل خطوره، عم يصنع فرص، عم بيقوم بادوار دفاعيه، عم يضغط. شوفوا تحركاته بكل مكان، فعليا جنن ريال مدريد. وانا حكيت يامال مع اوليسي لانهم اثنينهم اجنحه يمنى، ولكن واحد اخذ حقه الاعلامي وواحد لا. ولكن بشكل عام اكيد اوليسي واحد من اكبر المرشحين للبلندور، ولا يقل لا عن يامال ولا فينيسيوس ولا مبابي ولا اي لاعب بالعالم. اوليسي هذا الموسم ب 40 مباراه مساهم ب 44 هدف.